اخوان بلا عنف، رصدنا 76 حالة نكاح جهاد في رابعة والنهضة. وليه بتدخل كل رجال دي عليا وليه ما بتحوش عني؟ يقول لها ده جهاد، وكل ما كتروا المجاهدين عليكي كل ما يعني زادت حسنات. في رابعة ديت هي كان في دماغها تجاهد ولا تناكح؟ يعني ايه اللي كان موجود؟ يتاجر بالدين عشان يعمل الفاحشه ويبرر لنفسه فعل الفاحشه بهذا الشكل، وبعدين يقول لها ولو متي تموتي شهيده. بتقول لهم الراجل كان بيقدمني للناس في رابعه علشان بيقول لك الايه انه ده بيرفع الروح المعنويه. هو طب فين كان بيجرى الكلام ده؟ كان في الجامع مثلا؟ يعني في الخيمه؟ عبد الفتاح الصعيدي في غرفته الحمراء التي قيل أنها داخل إحدى قاعات التدريب بنادي بلدية المحلة، التي أثارت جدلاً حاداً على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت. الصعيدي مدرب الكاراتيه الذي هو قانونياً بريء حتى تثبت إدانته، متهم باستغلال هذه الغرفة في إقامة علاقات منافية للآداب مع سيدات حرصت الجزيرة مباشر مصر على تضليل صورهن، لا سيما وسط أحاديث عن كونهن زوجات أو قريبات لشخصيات معروفة أو ذات سلطة تنفيذية. الأكثر إثارة أن صفحة الصعيدي على الفيسبوك العامرة بتأييدات سابقة لشفيق ومن قبله مبارك حوت أيضاً اتهاماً من الصعيدي لمعتصمي رابعة بممارسة ما وصفه وقتها بجهاد النكاح. فما كان من مناهضي الانقلاب من النشطاء إلا أن أطلقوا على الصعيدي هاشتاج من جنس العمل سموه نكاح الكاراتيه. وقالوا اللي رايح لرابعة يا بخته، بنات الجهاد رح يسلوا بسلامته، يا رب اللي قالها يشوفها في أخته، بناتك يا رابعة تاجمل وراسك. انما النهارده احنا هنوصل لمرحله ان احنا نخش في الاعراض. هو ده الدين؟ هو ده الاسلام يا مسلمين؟ هم اتهموا زوجات الضباط وزوجات القضاة ان هم كذا وان هم كذا، وكل الفاظ الفحش دول بيتهموا محصنات. دول جزائهم ايه؟ نسمع القرآن الكريم ان الذين محصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، يتجلدوا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. بيعمل ده زي اللي بيقتل بالظبط. حادثه راجل بتاع حادثه زي ما بتحصل مليون حادثه تانيه زي اللي بتاع، مش يعني